السلام عليكم. أنا إسلام. دي قناة EG Automation. النهاردة هشرح لك إزاي يكون عندك موظف شخصي بيرد على كل رسائلك، وكمان لو عندك منتج يقدر يبيعه بدون تدخل منك. مبدئيا دي منصة NTN المشهورة جدا ومعروفة. لو انت متعرفهاش وأول مرة تخش تشوفها، فانت متاح ليك ان انت ممكن تخش تسجل حساب عادي جدا. هتدوس على Get Started وتعمل حساب. انا طبعا هنا عامل حساب فما ظهرليش ان انا ممكن اعمل حساب جديد. تمام. وبعد كده هتخش على المنصة عادي جدا. هيبقى معاك 14 يوم تجربة، ممكن تجرب براحتك وتتعلم فيهم كمان. ولو ال 14 يوم خلصوا وانت لسه عايز تاني، ممكن تعمل جيميل جديد وتخش بيه عادي جدا. يعني الموضوع بسيط. وفيما بعد برضو في شروحات ان انا ممكن اخليك تعمل سيرفر محلي على جهاز كمبيوتر قديم عندك او اي كيسة قديمة، حتى لو امكانياتها ضعيفة، رامات 2 جيجا وكورت ديو، ممكن برضو تعمل عليها سيرفر. مفيش اي مشكلة خالص وهتبقى شغالة كويس جدا. بس هي النقطة الوحيدة انك انت ممكن تبقى شغال عليها وبتحتاج ان هي تشتغل 24 ساعة، ما تفصلش خالص. دي كل العيوب اللي فيها. اما انك انت تشتغل على كلاود، على سيرفرات NTN نفسها، بتبقى اسرع وبتبقى فيها مميزات كويسة، بانك مثلا ممكن تقفل الجهاز وتعيش حياتك وهو شغال بيبيع مع نفسه. طيب هنخش نعمل ايه؟ اول حاجة هنخش على Create Workflow ونختار هنا، ندوس على Add Node ونختار مثلا تليجرام. هندوس على تليجرام، فتح لنا كل مكونات التليجرام. هنختار تليجرام ترايجر زي كده مثلا. دي كلها الادوات اللي فوق دي كلها ترايجر، وهفهمك يعني ايه ترايجر كل دي. تمام. هنا بقى بنعمل ايه؟ بنروح على تليجرام نفسه وبنعمل ايه هنا؟ اول حاجه بندخل هنا ونتاكد ان الكول باك اندرسكور كويري دي موجوده تمام زي ما هي كده. وبعد كده بنروح على تليجرام نفسه، بنكتب بوت فاذر اهو، ده اليوزر بتاعه بوت فاذر. بندخلنا بوت فاذر ده بيدينا الاكسس توكن. يعني انت اول ما بتخش بتلاقي صفحه بتدوس ستارت، تعمل ستارت زي كده، بيظهر لك القائمه اللي فيها الخدمات بتاعه البوت نفسه. انت بتقول له نيو بوت. نيو بوت دي هو بيعمل لك بوت بيربطه بالتليجرام بتاعك، ويقدر يوصله بالNATN. اي رساله تيجي على تليجرام بيوديها الNATN، وNATN بعد كده انت وكل اللي انت عامله انك هيرجع بردة، سواء انت عامله انه يرد بصوت، سواء انت عامله يرد بصوره، يرد بتفكير من باساس الذكاء الاصطناعي، ويرجع يدي لك رد هنا. فانت هتعمل ايه؟ هتقول له نيو بوت. بعد نيو بوت هيقول لك اختار اسم. هتختار اسم للبوت نفسه، الاسم اليوزر اللي بيظهر على البوت نفسه زي كده. وبعد كده بيقول لك اعمل لي اسم للبوت، بشرط انه اي اسم يعجبك، ما يكونش متسجل قبل كده، ويكون نهايته كلمه بوت. انا هنا مثلا عملت معاذ 91 بوت، اسم ابني. راح هو مديني كل اللي انا محتاجه، اداني الاكسس توكن ده او ال HTTP API. انا هاخد كوبي بس، انا مش عايز منه اكتر من كده. وهروح هنا على الورك فلو اللي عملناه الجديد. فين؟ هنروح على كرييت ورك فلو ونختار هنا تليجرام كيرجر كول باك كويري. تمام. ونروح دايسين على هنا. طبعا انت مش هتلاقي عندك دي موجوده، انت هتعمل نيو كريدنشال، هتروح دايس عليها وهتفتح لك حاجه زي كده، هتحط الاكسس توكن بتاعك بس. حتى اللينك ده هتلاقيه موجود، لو مش موجود ادي قدامك ممكن تكتبه. تمام. بعد كده عملنا الموضوع اللي يخص التليجرام. انا عايز اجرب ثانيه واحده، هطلع اقفل، عندي بوت شغال على تليجرام، هطلع اقفله الاول. تمام، عشان نقدر نجرب كويس. انا هنا فتحت، حطيت الاكسس توكن بتاعي وكل حاجه تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنروح دايسين على الاكسكيوتنج ورك فلو ونروح على البوت بتاعنا هنا. هو ادانا طبعا احنا اللينك بتاع البوت معانا اهو. هنجرب دلوقتي. هنعمل ايه؟ هنروح على تليجرام، نكتب مثلا AG Automation. تمام. ونروح هنا، وصلت الكلمة على EG Automation عادي جدا، وصلت لي هنا في تليجرام. دي معناها ان التليجرام خد الكلمة من هناك ووصلها ل NTN. بس هو ده كل اللي احنا عملناه لحد دلوقتي، ان هو خد الكلمة ووصلها لأول أداة من أدوات الأتمتة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح ضايفين كلمة مسج. تمام. بس كده، علشان لو الرسائل جت، احنا كده خلاص يعني ربطنا ال HTTP بالتريجر بتاع تليجرام. كده خلاص احنا اي رسائل تانية هتوصل لنا، علشان احنا لازم ما كناش ضفنا مسج غير لما نعمل كول باك الاول، ربطنا، وبعد كده نضيف مسج
علشان أي رسالة تظهر هنا. دلوقتي هندخل على الخطوة الأكثر متعة في الموضوع بتاع النهاردة، وهي ال AI Agent. إزاي هنضيف AI Agent؟ هنروح دايسين على علامة الزائد اللي هنا وندخل على AI Agent. كده اتضاف معاك الايجنت. هتعمل ايه؟ لازم تضيف موديل هنا. انا مثلا هختار جوجل جيميناي نظرا لانه مجاني. انت ممكن تختار اوبن اي اي، اي تشات جي بي تي يعجبك او اي موديل يعجبك، بس هو يعني في المجاني ده افضلهم بصراحة. كده خلاص ظبطنا. بنعمل ايه؟ لازم هنا نحط له السيستم برومبت، اللي هو ازاي، اللي هو هنختار هنا define blue. تمام. وبعد ما نختار define blue هنقول له ان مثلا انت هتخش على شات جي بي تي تقول له انا عايز سيستم برومبت لكذا. انت يعني مثلا هديك مثال صغير، انا هنا مجهز سيستم برومبت. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بقول له وظيفته، وظيفتك يا ايجي اوتوميشن مساعد ذكي شغال سكرتير لقناة ايجي اوتوميشن، يرد على العملاء باسلوب محترم ومصري، ويحجز لهم الكورسات، ويوضح الاسعار والمواعيد مثلا. يعني ده مجرد مثال بس. تمام كده خلصنا. هنعمل ايه بقى كده؟ احنا عملنا الاي اي ايجنت اللي هو هيطلع لنا الرد بتاع العميل دخل سأل على التليجرام على اي استفسار، والاي اي ايجنت حل رسالته وطلع الرد المناسب. عايزين نبعت له رد، فهنروح ضايفين تليجرام تاني، بس هتبقى سند مسج بقى. تليجرام سند مسج، سند ا مسج، سند ا تكست مسج. تمام. ونختار الكريدنشال اللي احنا عاملينه قبل كده. وهنا بقى الشات اي دي. احنا بنجيب الشات اي دي منين؟ بنفتح هنا، بنلاقي هنا البيانات دي تشات، ده الشات اللي مفتوح، وده الاي دي بتاع العميل اللي بيكلمه. التكست دي الرسالة اللي مفروض توصل للعميل، هنجيبها منين؟ اللي هي الاوتبوت بتاع الايجنت. تمام يا فندم، انا موجود تحت امرك في اي وقت بصفة المساعد الذكي. ده ودي كانت الطريقة. آسف لو طولت في الفيديو، بس لو وصلت لحد هنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومنتظر كومنتاتكم عشان نشوف إن شاء الله الشروحات اللي جاية اللي انتوا عايزينها ننفذها بالظبط. وبس كده، في أمان الله.